بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالبداية نوجه رسالة إلى الحكومة، لأن القرار صدر من مجلس الوزراء وتحديدا رئيس الوزراء ووزير الداخلية في سحب الجناسي في دوافع سياسية. هناك فرق بين المزور وفرق بين من سحبت جنسيته في دوافع سياسية. المزور عليك أنك تحاكمه ويطبق عليه القانون، ولكن من تم سحب جنسيته في أمور غير قانونية فيجب أن ترجع الجنسية لصاحب الحق. من 2014 وحتى الآن سحبت أكثر من جنسية يجب التحقيق فيها. بعض الأخوة الأفاضل من النواب قدموا قانون لحق التقاضي، فعلا هذا شيء جيد، ولكن ما راح ترد جنسية من سحبت جنسيته بأثر رجعي. أنت تتكلم عن المستقبل، وأنا بضرب المثال لأن دائما الأمثلة هي توضح الحقائق. لما تقول سعد العجمي، نبيل العوضي، أحمد جبر الشمري وعبد الله البرغش، كل واحد انسحبت جنسيته بطريقة تختلف عن الأخرى. لما ناخذ مثال أحمد جبر الشمري ونبيل العوضي، سحبت جناسيهم في نفس المادة اللي هي المصلحة العليا للدولة. المصلحة العليا للدولة يعني هم كانوا هزوا أركان الدولة، إذا ما عليهم تهمة ولا حققت معاهم فمعناته انظلموا. ونستشهد في قول المولى عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت ما حققت معاهم ولا عليهم تهمة ولا شبهة مما يدل أن فعلا هم انظلموا، والظلم ظلمات يوم القيامة. وباخذ مثال إلى عبد الله البرغش، انسحبت جنسيته و58 واحد من أسرته وقعت الجريرة عليهم. إذا عبد الله أخطأ حاسب عبد الله، ولكن أن تسحب جنسيته فهذا أمر مرفوض، وتسحب جنسية 58 واحد من أسرته، شنو ذنبهم؟ وأيضا في القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما سحبت جنسية عبد الله البرغش قلتوا التزوير. إذا كان مزور ليش ما حولت النيابة وحققت معاه وأثبت واقع التزوير؟ وأيضا يقع الخطأ والمحاسبة القانونية على المهل سهل له التزوير، ولكن هذا الشخص لم يزور، إنما ظلم. كونك أنت سحبت الجنسية وخليته يروح المحاكم كعب داير ويرفع قضية، مو الحكومة، في فرق بين الحكومة رفعت قضية عليه، لم يحصل هذا بتاتا، هو اللي رفع قضية على أساس أنه تسترد جنسيته. محامي الحكومة لم يقدم أي من الدفاع أنه يثبت واقعة صحة التزوير. فأنا بضرب مثال أساسي، إذا كان شخص غير مزور وأنت تسحب جنسيته وتقول هذا مزور وما اثبت واقع التزوير فمعناته وقع الظلم عليهم. بضرب مثل في بعض من سحبت جناسيهم في واقعة التزوير ودوهم إلى النيابة بقضية تزوير، هذا مختلف تماما عن عبد الله البرغش. ليش عبد الله البرغش ما حولته النيابة بحكم التزوير؟ وهذا الكلام غير صحيح، مما يثبت أنه ما عليه شيء، انسحبت جنسيته في دوافع سياسية، وفي طرف آخر بعيد عن الأمور السياسية انسحبت جنسيتهم بناء على أمور قانونية ومزور. فشنو ذنب أسرته لما تنهي خدمات الموظفين، وأيضا منهم من يداوم في المدارس والعسكر وغيرهم؟ إذا كان عبد الله البرغش مشى في نهج يخالف الحكومة حاسبه في هذا النهج، لا تسحب جنسيته ولا تسحب جنسية أهله. أيضا سعد العجمي تهمته كانت أنه رجل مزدوج. إذا كان مزدوج الحكومة ليش ما طلعت البرهان والدليل وحكم الدستور المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واللغة القانونية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهو أنكر، طلع البينة. ولكن نتكلم في قضية أول شيء إنسانية بالإضافة إليه قانونية. إذا ما أثبت الدليل فمعناته أنت ضربت القانون بعرض الحائط. قضية إنسانية لما يطلع على حد قوله له سعد العجمي من الصالون ويستقبلون جهاز أمن الدولة ويأخذون يحققون معه ويبعدون إلى السعودية، هل هذه قضية إنسانية؟ تعاملتوا وياه وفق القانون، إنما ضربتوا حقوق الإنسان بهذه الطريقة. بالإضافة إلى إذا كان هو مزدوج ليش ما طلعتوا البينة؟ دش السعودية على أساس أوضح هذا الأمر بكفالة، أسقطوا الجنسية الكويتية ودش السعودية بكفالة، يعني سعودي كفلة. كونه سعودي كفلة معناته أن ما عنده هوية سعودية. لذلك نقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بالأخص، كون المسؤولين أيضا مجلس الوزراء، أن هذا القرار اتخذ في مجلس الوزراء، عدلوا كل الأمور، ردوا الحق لأصحابه.
الحق لازم يرجع لاصحابه. انا ما اتكلم للمزور، في فرق، في ناس انظلمت، في ناس انسحبت جناسين، في دوافع سياسيه، في فرق بين الثنتين. نعم، انا اقول لكم القانون لما نعدل قانون الجنسيه ان حق التقاضي ولا تسحب جنسيه الا بحكم قضائي نهائي، هذا شيء جيد، ولكن اللي سحبوا جناسيهم شو يكون وضعهم؟ لذلك كل الامور اللي صارت في 2014 مرت سنتين وهم رايحين المحاكم، لا ردت حقوقهم لأنه قاعد ياخذ فترة التقاضي ونثق بالقضاء، ولكن أتكلم على جهاز حكومي لما سحبت الجنسية لم يأتوا في دليل ولا برهان ولا مستند. شو اللي يثبت أن هذه الواقعة لا تتكرر في المستقبل؟ لذلك إذا كان رئيس الوزراء بيفتح صفحة بيضاء عنده أمرين: الأول أنه يرد الجناسي التي سحبت في أمور سياسية، وأيضا يعالج له الوثيقة الاقتصادية ولا يمس جيوب الناس، ولا يعالج إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وإخفاقات الميزانية، وكأن المواطن هو متسبب الهدر، وأنا ذكرتها من قبل كم يوم. هذا الأمرين على رأس الأولويات، ولا يعني نقول إحنا نهمش القضايا الرئيسية، إنما نفس المستوى، نفس الإسكان، الصحة، التعليم، ارتفاع مؤشر البطالة. لكن أرد على صلب الموضوع. يا رئيس الوزراء، عندك رقابة ذاتية على جميع الوزراء. وزير الداخلية السابق وهو وزير الدفاع الحالي يفترض أن قدم لك الأدلة ليثبت لك واقعة التزوير، ولكن هذا الشيء ما حصل. نتكلم لسحب جناسيهم في أمور سياسية. رجع الحق لأصحابه. وشكرا. إذا في أي سؤال أنا حاضر.